تتردد أنباء قوية عن صفقة محتملة بين الأهلي ومجاسة. محمد سمير مدرب زد أكد وجود مفاوضات بالفعل، وأشار إلى أن الكابتن محمد شوقي لا يمانع رحيل اللاعب في حال كانت الصفقة مفيدة للنادي من الناحية المادية. ويعد مجاسة لاعبا شابا ودوليا، وقد يكون بديلا مناسبا لتعويض أليو ديانج في خط الوسط. قبل القمة، بعد التأكد من غياب محمد هاني وعمر جابر عن المباراة، أصبح الوضع كالتالي: أحمد عيد هو الظهير الأيمن الوحيد المتاح في قائمة الأهلي، ومحمد إبراهيم هو الظهير الأيمن الوحيد في قائمة الزمالك. قرارات جديدة في الأهلي. اعتباراً من الموسم الجديد، سترتبط الرواتب وعقود الإعلانات بشكل أساسي بالأداء وتحقيق البطولات. بمعنى أوضح: لا مكافآت دون نتائج. كما تم إلغاء الفئة A، وسيكون 5% من عقود اللاعبين مرتبطاً بالبطولات. وأول لاعب وافق على هذا النظام هو محمود حسن تريزيجيه. وبعد نهاية الدوري، إما تجديد العقود وفق الشروط الجديدة أو البحث عن عروض أخرى. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إيقاف القيد رقم 15 لنادي الزمالك. ملف المدرب في الأهلي. يفكر الأهلي في التعاقد مع مدرب أجنبي يمتلك خبرات كبيرة وسيرة ذاتية قوية، وذلك استعدادا للموسم القادم. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مدرب أجنبي مناسب، سيكون اسم حسام البدري مطروحا بقوة. ولا يزال البدري ضمن الخيارات، لكن القرار النهائي مرتبط بملف المدرب الأجنبي. صفقة هجومية محتملة. فيستون مايلي مهاجم بيراميدز دخل ضمن اهتمامات الأهلي، لكن ليس كأولوية. تم التواصل مع اللاعب ووكلائه، وأكد أنه لم يجدد عقده حتى الآن، وسيكون العامل المالي هو الحاسم في قراره. وفي حال عرض الأهلي 5 ملايين دولار لمدة موسمين، فإن اللاعب لا يمانع الانضمام. من المتوقع أن تنتهي علاقة الأهلي مع يستولو بنهاية الموسم الحالي، ويحاول النادي التوصل إلى اتفاق لرحيله مقابل الحصول على راتب 4 أشهر. معلق القمة أون سبورت. أيمن الكاشف، مؤمن حسن أون سبورت ماكس، بلال علام، محمد الكواليني. ملف الصفقات والعودة. رحب أكرم توفيق بالعودة إلى الأهلي، كما قطع سيد عبد الحفيظ شوطا كبيرا في المفاوضات. وهناك أيضا تفكير جاد في عودة محمد عبد المنعم لتدعيم خط الدفاع، حتى لو كانت العودة على سبيل الإعارة، خاصة بعد إصابته وابتعاده عن نيس. تعويض الغيابات. يعد أحمد رمضان بيكهام الأقرب لتعويض غياب محمد هاني في مباراة الزمالك. كما يرى البعض أن بيكهام يتمتع بقدرات دفاعية قوية، وقد يكون خيارا مناسبا لشغل هذا المركز. ورغم أن يستولو كان يميل إلى أحمد عيد، إلا أن الجهاز المعاون رشح بيكهام نظرا لخبرته في هذا المركز. الأهلي على أعتاب مرحلة جديدة من التغييرات، سواء على مستوى الإدارة أو اللاعبين أو الجهاز الفني. ويبقى السؤال الأهم: هل تكون هذه بداية تصحيح المسار، أم أن التحديات ستستمر في الموسم القادم؟